منبهر جدا بمشهد الاكشن الاولاني في فيلم اكستراكشن 2. مشهد اكشن اكتر من 20 دقيقة ضرب نار واشتباكات جسدية وخناقة في السجن ومطاردات عربيات وخناقة في القطر وخناقة فوق القطر وطيارات هليكوبتر كاملة بتقع، وكل ده بدون اي قط، بدون اي قطع بين المشاهد، مشهد من اوله لاخره وان تيك. بكل بساطة فيلم اكستراكشن 2 فيه واحد من افضل مشاهد الاكشن اللي تم تصويرها في التاريخ. الفيلم ده في رأيي واظن في رأي الدنيا كلها حصل على ترتيبه في وسط افلام الاكشن اللي احنا دايما بنتكلم عليها زي اتوميك بلوند، اولد بوي، سلسلة جون ويك. الافلام دي عموما اللي بتحتوي على مشاهد اكشن طويله بدون اي قط. طبعا متفاهم ان المشهد مجرد سيميوليشن للوان تيك، هو في قطع كتير هنا وهناك ولكن مستخبي تماما مش باين اطلاقا. فريق العمل بذل جهد كبير جدا في انه يعمل ستيتشنج او خياطه بين المشاهد دي عشان يبان مشهد واحد وان تيك بدون اي قط، وحقيقي النتيجه مذهله. فيجوالي انا منبهر، مش قادر افكر في مشهد بطريقه انه عباره عن مشاهد كتير ومتخيطه في بعض. لا، هو بالنسبه لي مشهد وان تيك ماليش دعوه. مش متخيل اصلا كميه التخطيط والنقاشات بين افراد التيم عشان يطلعوا بمشهد زي ده، مش متخيل مدى الترابط بينهم. لازم يكونوا متعاونين جدا وفاهمين دماغ بعض، كله بيكمل بعضه. تصوير، اضاءه، مونتاج، تصميم حركات، ناس مسؤوله عن ضرب النار، ناس مسؤوله عن الانفجارات، كل ده طبعا بيحتاج لشخص واحد عبقري يقدر يوظفهم كلهم مع بعض، واللي هو مخرج الفيلم سام هارجريف، اللي اصلا مش مخرج لكنه ستانت كوردينيتور. اشتغل في اكستراكشن الجزء الاول، اشتغل في افنجرز اند جيم، وكل شغله كان تنفيذ المشاهد الخطرة في افلام اكشن مشهورة كتير. فطبيعي لما تدي مهمة اخراج فيلم اكشن لواحد عنده هذه الخبرة الغريبة هتكون النتيجة زي ما شفنا في اكستراكشن 2. فيلم متميز جدا على مستوى الاكشن، ولكنه مش متميز قوي من ناحية القصة والحبكة والتمثيل وكل الحاجات التانية اللي موجودة في باقي الفيلم. ولكن بالنسبة لي أنا شخصيا ما كنتش عاوز أكتر من اللي خدته من الفيلم. بالعكس، أنا يمكن حابب الفيلم يكون زي ما هو كده، مش عاوز الفيلم يكون أفضل فيلم أكشن في التاريخ مثلا. أنا كل اللي عاوزه فيلم أكشن حلو أستمتع بيه، وده اللي اكستراكشن 2 قدر يوفرهولي فعلا، وبالتالي يشكر على كده. لو هتفتح نتفليكس وتتفرج على الفيلم زي ما كنت بتفرج عليه كده، اللي هو بس عاوز تتفرج على اكشن خرافي، الفيلم ده انسب حاجه ليك بالتاكيد. فيلم اكشن على مستوى عالي من الجوده. لكن لو مستني تشوف قصه مكتوبه حلو او احداث دراميه مؤثره وتصميم شخصيات عبقري واداءات اوسكاريه وارك الشخصيه، كل ده بلح. ولكن يحسب للفيلم برضو انه مقدم لك قصه متماسكه على الاقل. عندنا شخصيه تايلر ريك اللي مرة تانية شخصية كريس هيمسورث بارع جدا فيها، بيعود مرة أخرى بيتعافى من الإصابات اللي قد تكون مميتة اللي تعرض لها في الجزء الأول، بيستعيد جسمه وصحته مرة أخرى وبيستعد لمهمة جديدة معقدة ومستحيلة، وهي حماية أسرة مكونة من أم وابنها وبنتها من رجل عصابات شرير كالعادة، شرير لمجرد الشر، ما عندوش إحساس، ما عندوش رحمة. فهل تايلر ريك هيقدر ينجح للمرة التانية في عملية الإخلاء وينقذ الأسرة من المخاطر؟ وإيه هي أهداف الشخصية الشريرة وعلاقته بيهم؟ أكتر حاجة أبهرتني في الفيلم ده وأثرت فيا كمان، الشخصيات عندها نضج غير طبيعي. كريس هيمسورث طبعا هو البطل الرئيسي بتاع الفيلم، ولكن باقي الشخصيات ليهم دور قوي جدا في الفيلم. تيناتين دالاكشفيلي عامله اداء حلو جدا، قدرت تبالانس بين شخصيه الام الضعيفه اللي ما عندهاش اي نوع من المهارات القتاليه وشخصيه المراه القويه اللي بتحاول تحمي ولادها. اخيرا لقيت حد يكسر الشخصيه التقليديه اللي بنشوفها كل مره، شخصيه الامراه اللي ما بتعملش اي حاجه غير انها تصوت طول الفيلم وعماله تقول للبطل الحقني. لا، دي شخصيه على مستوى عالي من النضج فعلا، بتحارب مع بطلنا، عامله اداء ممتاز في الاكشن جنب بطلنا، مش بتمثل عبء على شخصيه بطلنا قد ما هي بتمثل مسؤوليه بالنسبه له. برضه مش بس تايلر ريك اللي عمال بيحارب كل هؤلاء البشر لوحده، كمان معاه نيك خان اللي ابدعت في دورها الممثله الايرانيه جولشفتي فرحاني، ليها مشهد اكشن من اروع ما يكون. ادم بيسا اللي عامل دور اخوها ياز خان
ليه مشهد مؤثر جدا ومتنفذ بافضل شكل ممكن، اداء ممتاز حتى من البنت الصغيره اللي شافت كل هذه الدماء وكل هذا العنف ومع ذلك بتبتسم، بتتكلم، بتعبر عن مشاعرها، بتتعامل مع باقي الشخصيات بمنتهى الاحترافيه ولكنها شافت ناس بتموت بابشع الطرق قدام عينيها. وطبعا افضل اداء فيهم وافضل تصميم شخصيه في الفيلم كله بالنسبه لي شخصيه الولد الصغير، برغم ان ناس كتير كرهته ولكن انا حقيقي اتعاطفت معاه جدا. شخصيه مقنعه بصراحه، مجرد ولد صغير مضحوك عليه مش قادر يميز مين الصح ومين الغلط، يصدق مين ويكذب مين، فبالتالي مش قادر يحدد الصف اللي المفروض يكون معاه. عاوز يكون مع والدته ولكن في نفس الوقت هو شايف ان الجريمه شيء سيء، ولكن عاوز يكون في وسط عيلته واللي هم المجرمين، حاسس انه منتمي ليهم اكتر ولازم يكون مخلص ليهم. تصميم شخصيه ممتاز جدا على فكره، مايكل كورليوني في نفسه قوي. من الاخر فيلم اكستراكشن 2 هو فيلم حلو انصح بمشاهدته جدا. طبعا هو غير صالح للمشاهده العائليه، مليان عنف ودمويه لاقصى درجه، مش افضل فيلم اكشن في التاريخ ولكن بيحتوي على مشهد اكشن قد يكون الافضل في التاريخ. اللي لازم تكون واخد بالك منه فقط هو ان النص الاول من الفيلم عظيم جدا ولكن مع مرور الوقت بيتراجع بالمستوى. النص الثاني الفيلم بدأ يبقى مجرد فيلم اكشن تشويق نتفليكساوي عادي جدا. الفيلم متقسم ل3 مشاهد اكشن، اول مشهد هو الاعظم بالنسبه لي، تاني مشهد كان عادي مش بطال، وثالث مشهد كان اقلهم في المستوى. ولكن بصراحه الفيلم كله على بعضه من ناحيه الاكشن عمل اللي عليه وزياده. فيلم اكستراكشن 2 تقييمي ليه 7/10. شكرا ليكم على المشاهده، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.